السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين، وحشتني جدا جدا. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد. عندي هنا وراك فراخ، عندي وركين كده كبار، ولو انت عايزه تعملي فرخه كامله اعمليها حسب افراد اسرتك. انا بقى عامله يعني النهارده وركين، فهم كانوا كبار فقسمتهم بقى كده عارضه ودبوس، فهنشويهم النهارده على شوايه البوتاجاز بطريقه جميله قوي هتعجبكم قوي. تابعونا بس لاخر الفيديو، ما تروحوش في اي حته لما تشوفوا تفاصيل احلى فراخ مشويه تحت في الشوايه بتاع البوتاجاز. حابة قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي بتجربيها وتقولي لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر، ما تبخلوش عليا باللايك. طبعا كالعاده احنا جبنا الفراخ وغسلناها غسله كويسه بالملح والليمون والدقيق والجنزبيل، وشطفتها شطفه كويسه، وبعدين نقعتها في محلول النقع. محلول النقع ده اختراع كويس قوي الحقيقه يعني. ما يخليش اي زفاره. ليمونه وسكر وملح، سبتهم زي ساعه كده وصفتهم قوي لما نزل منهم الميه. وبعدين بقى انا كده بقى ايه علشان تستوي معايا، عشان الوراك كبيره. عندي بقى هنا المدق بتاع البفتيك، هنزل على الفراخ كده اديها كده كام دقه عشان نضعف الانسجه عشان تستوي معانا وتبقاش نيه من جوه. فهديها كده كام خبطه كده، نكسر كده العظم في اللحم. دي العارضه بتاعت الفراخ. هكملهم بقى وارجع لكم. هنا بقى بعد ما دقيتهم بقى بالمدق، جبت بقى هنا الكبة بتاعتي، حطيت فيها طماطمايه، وعندي بقى هنا التوابل: كركم وكاري وتوم باودر وبصل باودر وشوية سماق وبهارات فراخ وملح وفلفل اسود ولوري وحبهان مطحونين على بعض وملح وشوية جنزبيل. هنزل بقى بيهم كده هنا، واعصر عليهم ليمونه وهتبل بقى الفراخ تتبيله كويسه كده، واسيبها ساعه ساعتين تشرب من التتبيله عشان تستوي. هنا بقى جبت كيس كده نظيف ورحت متبله الفراخ وحطاهم في الكيس كده، وهقفل بقى عليهم، هربط على الكيس واقفل عليهم واسيبهم في التلاجة ساعة ساعتين حسب ما انت عايزه. كل ما تقعد في التتبيله تشرب منها كل ما تاخدي نتيجه كويسه. هوديهم بقى على التلاجة وارجع لكم. هنا بقى الفراخ طلعتها من التلاجة واتنقعت بعد 3 ساعات، وجبت بقى هنا الشبكه بتاعت الفرن الكهرباء والصاغه بتاعتها. ولو انت بقى عندك الشبكه اللي بتطبق اللي بنشوي بيها على الفحم وتعملي فيها، بس انا الشبكه اللي عندي كبيره دي بقى عشان انا عامله وركين بس، فجبت الشبكه دي هدهنها بقى. وحطيت الصاغه وتحتيها ميه، وهولع الشوايه بتاع البوتاجاز، وهنا هدهن بقى الشبكه زيت عشان احط عليها الفراخ. وهطلع برضو قطعة قطعة وادهنها برضو زيت من الجنبين، واحطها كده على الناحية اللي فيها العظم عشان تتحمل النار الاول.
هنا بقى فتحت الفرن وولعت الشوايه ونزلت الشبكه بتاعت الفرن تحت كده قرب الارضيه عشان ابعد النار عن الفراخ. وحطيت بقى الفراخ عندي اهي، حطيتها من ناحيه العظم الاول عشان تتحمل، واخلي باب الفرن كده مفتوح مش هقفله لحد ما تحمر من الجنب ده. وانا بعدتها عشان خاطر النار ما تبقاش عليها مباشره، عشان ما تبقاش تحمر من بره وتبقى من جوه مش مستويه يعني. اول ما يحمر الجنب ده اقلبها على الجنب التاني ارجع لكم. كده بقى الفراخ احمرت على الجنب ده، اقلبها بقى على الجنب التاني. كده بقى الفراخ استوت اهي، وانا حطيت فحمايه احط عليها بقى شويه زيت عشان تاخد ريحه الشوي. وكده بقى ده لونها طلعت من تحت الشوايه، والفراخ مستويه بقى ودايبه دوب في منتهى الروعه والجمال اهي، شايفين مستويه خالص.